السلام عليكم الأخوات، مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم الصحة والسلامة واللي كتمناو، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. رمضان الأبواب الحدقات، وكنقولوا رمضان كنقولوا الحريرة، والحريرة خصها شوية ديال السمن. أنا اليوم جبت لك وصفة ديال السمن حيل دكالي على حقه وطريقه بجميع المكونات وبجميع الأسرار. الفيديو فيه معلومات مهمة حبيبتي، تبعيه وما تفلتي منه حتى شي حاجة. اول حاجه كنديروها ملي كنبغيو نوجدو السمن، كناخدو واحد الطنيجره ولا كوكوت وكنديرو فيها 3 يطرو ديال الماء. بطبيعه الحال ملي كيكون يطيب وكيغلي كينقص، كيبقاو عندي غير 2 يطرو ديال الماء، وكنزيد عليه واحد كاس ديال العنبه عامر ديال الزعتر، ومن الاحسن يكون جديد. بطبيعه الحال سبق ليا غربلته ونقيته الا فيه شي تراب ولا شي عيدان. وعندي هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الملحه. هنا عندي هاد الماركه هذه حرشه، ولكن من الاحسن توجدوه بالملحه الحيه. هي الوصفه الاساسيه كتخدم بالملحه الحيه، تلقاوها في الاسواق الاسبوعيه ولا تلقاوها عند العطاره. انا حاليا ما عنديش، خدمت بهذه حتى هي مزيانه. وكنشعل النار على البرمه ديالي وكنزيد هذاك الملح ونزيد الزعتر وكنخليه يطيب على خاطره. حاولوا طيبوه في شي بلاصه مهويه حبيباتي، حيت النسمه ديال الزعتر مجهده شويه. طيبوه وخليوه ليله كامله. طيبنا هذاك الزعتر والماء والملح، خليناه طاب مزيان. نعاود نفكركم باللي درنا 3 يطرو ديال الماء وخليناه طاب مزيان مزيان. ما حدو كيغلي هو كينقص، بقات لنا هنا تقريبا 2 يطرو ديال الماء. ضروري من هاد المرحله هادي الزعتر يكون بارد مزيان، يكون بيت. طيبتيه في الليل ولا في النهار وخليتيه بارد حتى برد على خاطره باش يستقليكم السمن. اخواتي تبعوا المراحل، وانا كنقول لكم راه غادي يجيكم حتى السمن هذا رائع من داكشي رفيع. سمن دكالي على حقه وطريقه وبالطريقه ديال ميمتي الله يخلي ليها صحيحتها، وكيجي رائع. هانتوما هذا السمن كان عندي مسبقا، ان شاء الله غادي نوريكم. لاش بغيتو ما شاء الله الريحه ديالو عاطيه في الدار كامله. المهم حبيباتي نقول لكم شنو عندي هنا. عندي هنا 2 يطرو ديال الماء اللي طيبنا فيهم الزعتر، وعندي الزبده بلديه. هاد الزبده هذه حبيباتي بلديه 100%. ملي تمشيو تاخذوها شوفوها من عند الناس ديال البوادي ولا من عند شي واحد ثقه. ضروري حيت الزبده ولات كتغش دابا، والا كانت الزبده مغشوشه راه ما كتجيكش السمن بالجوده ديالو المطلوبه. هنا عندي هنا كيلو قل ربع ديال الزبده او كيلو، ديروا داكشي علاش قدرتو. وعندي الزعتر مدقوق. شفتي هاد المراحل هادو اللي غادي نقول لكم كامله راه كتساعد باش السمن دغيا يحرار، تقدروا تستعملوه خلال شهر ولا شهر ونص. بالنسبه للناس اللي تعطلوا ما وجدوش السمن ديالهم على بكري، انا اختي كنعطيك الاسرار كامله كيفاش يجيك السمن داكشي رفيع وبلا ما تبقاي تسني عليه 5 شهور ولا 6 شهور. ديري هاد المراحل هادي وغادي يجيك واحد السمن رائع وتبداي تخدمي به في اقرب وقت ان شاء الله لرمضان، علاش لا. المهم حبيباتي هنا عندي واحد المعلقه ديال الزعتر، هانتوما دفيتها شويه ودقيتها مزيان مزيان. وعندي هنا 2 معالق ديال السمن مالح عتيق. هذا تقريبا عنده 3 سنين البنات. هانتوما راه زعما هذا ما شاء الله. دائما حبيبتي ملي توجدي السمن ويقرب يتقادى ليك ما تخليهش حتى يتقادى، دائما خلي منه شي معلقات ولا خلي منه شي كميه يعني لا باس بها، ولا على الاقل غير باش تخدمي السمن اللي جاي. المهم هنا عندي 2 معلقات ديال السمن، وهنا عندي هذاك الحشف ديال الزعتر اللي طيبناه ما كنرميهش، كنصفيه وكنضغط عليه شويه يحيد منه هذاك الماء. هانتوما معايا حبيباتي تشوفوا معايا كيفاش داير، وغادي تشوفوني لاش غادي فاين غادي نديرو ولا ياش كيصلح.
غندير لنا واحد المغرفه ونبقى نخوي هذاك الخليط ديالي على الزبده. من اليوم فصاعدا البنات كل شيء غادي يتعلم يصاوب السمن، وماشي اي سمن، سمن من النوعيه الممتازه. والناس ديال الدومين واللي عارفين بحق السمن راهم عارفين هاد السمن هذا شحال كيتباع. بسم الله. واحد القضيه واحده اخرى ما قلتهاش لكم، الزبده هذه البنات راه من الافضل ما تكونش في الثلاجه، من الافضل تكون خليتوها على برا على الاقل واحد 15 يوم باش دغيا كتملاح وكتجي يعني كيجي سمن مزيان. هذيك اللي كتكون في الثلاجه كتعطل باش كتملاح، وكتكون حتى لينه كتعاونكم في الخدمه. هانتوما بسم الله ما شاء الله. تعرفوا السمن اهميه ديالو في المطبخ المغربي ما كنستغناوش عليه جميع الاطباق الاصيله. هانتوما البنات اني حيدت ليها داك الماء ديالها، نزيد ليها الماء مره اخرى. السمن الاصلي الدكالي ديال زمان كانوا كيديروا فيه الملحه الحيه. الا لقيتوها فين ما مشيتو لشي سوق اسبوعي ولا مشيتو لشي فين ما كان فشي بلاصه ولقيتو هذيك الملحه جيبوها. انا حاليا ما عنديش، لا داكشي خدمتها بهذيك المليحه وحتى هي مزيانه، حتى هي النتيجه ديالها كتجي من داكشي رفيع. هانتوما الزبيده ديالي بعد ما صفيت منها داك الماء ديال الزعتر غادي نزيد ليها دابا هذيك السمينه الحيله. هانتوما البنات كتخلي السمن دغيا كيملاح وكيجي المذاق ديالو حسن. وغادي نزيد داك الزعتر اللي دقيناه ونخلط. الاول مره على اليوتيوب الاسرار ديال السمن الاصلي الدكالي بجميع الاسرار ديالو بجميع الخطوات. الله عرفتوا الريحه ما نقولش لكم، راه دابا وطالعه منه واحد الريحه يا سلام. هانتوما البنات تبارك الله السمن راه حيل قاصح، خصك توطي عليه بيديك توركي عليه مزيان باش يلا كيتفتت. هلا اختي ما بقاش عندك كاع العذر باش توجدي السمن. ها هو السمن بجميع المراحل ديالو وناجح وما كيديش الوقت بزاف باش يملاح او باش يولي واجد. انتم البنات اللون ديالو تيتبدل، ما كتبقاش ديك الصفوريه ديال الزبده. وواحد السر واحد اخر، السمن ما عمرو ما كيدار في البلاستيك. دائما الا لقيتي واحد القلوشه ديال الطين او الطاس يكون افضل. ما لقيتيش اختي ديريه في واحد سميتو في واحد القرعه ديال الزاج، هادوك اللي عندهم الغطا ديالو وفيهم بحال الكروشي كيتسدوا مزيان. وإلا ما عندكش وعندك قرعه ديال النوتيلا ديال الشوكولات حتى هذيك مزيانه، وهذوك هما اللي كنخدم بهم انا. طاس حاليا ما عنديش، ضروري الانسان يخدم بداكشي اللي عنده في الدار.
وواحد السر واحد اخر، هذاك القلوشه او القرعه اللي كان عندك فيها السمن وخوات ليك، كيف ما قلت لك دائما حاولي ما تخليهاش حتى تخوى مره، دائما خلي فيها شويه باش تلقمي السمن ديالك جديد وما تغسليهاش. انا راه ما كنغسلهاش حيت السمن ما كيخسر ما كيتسمم ما حتى شي حاجه، كنخلي فيها هذوك البقايا ديال السمن حتى هي كتعاون باش السمن يملاح دغيا. هذوك البقايا كيبقاو مزيانين، كتعرفوا تبارك الله السمن شحال ما حال او يعني ولات عنده يعني سنين كثيره، شحال ما كتزيد القيمه ديالو. صافي البنات، هنا غادي نزيد هذاك الماء والزعتر اللي بقى ليا. ها نتوما بسم الله. الا رديت البال انا درت هاد البول هذا او هاد الاناء مجموع باش السمن ديالي ياخذ الكفايه ديالو من هذاك الماء والزعتر. هانتوما صافي البنات، السمن ديالنا دابا راه واجد. دابا اشنو غادي نديرو؟ غادي نخليوه في هذا الماء ديالو 48 ساعه، يومين. علاش؟ باش يزيد يتشرب ديك الملحه ويزيد دغيا يوجد معكم. هانتوما خواتي، بعد ما خليت السمن مرقد في الماء ديال الزعتر والملحه يومين كامله، وإلا كان عندكم الوقت وبغيتو تخليو اكثر ماشي مشكل، بالعكس يعني يكون افضل. ها انتم حبيباتي اللون ديالو كيفاش كيولي كياخذ من هذاك الماء او من هذاك اللون ديال الماء ديال الزعتر. غادي نجمعو في واحد القريعه ديال الشوكولاط كيف ما قلت لكم، اي قرعه عندكم اي نوعيه. انا كندير هذه القرعه هذه حيت الفم ديالها كيكون مجموع. شفتوا علاش؟ ولا لاحظتوا راني ما كنغسلهاش، كنخلي هذيك البقايا ديال السمن لداخل، يعني ما كضرش. بالعكس يعني هي ماشي ضروري تغسلوها كل مره، بالعكس الا قدرتوا تخليو فيها هذوك البقايا يكون افضل. وإلا عندكم القلوشه او الطاس ديال السمن هذاك ممتاز. المهم البنات، حنا كنقضيو بداكشي اللي عندنا. وعندي هنا التاخ ديال الزعتر اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو. ان شاء الله غادي نوريكم شنو غادي ندير به. بسم الله. ناخذ السمن ديالي ونجمعو. بسم الله. خصكم بلديه ما كاينش. ايوا الحمد لله للي يخطينا اصاله. حاولوا نصفيو منه الماء غير شويه، الا بقى راه ما كيضرش. انتم البنات ان شاء الله غادي نتوجدوا سمينه من اروع ما يكون الا تبعتوا هاد المراحل هذه. بسم الله ما شاء الله. شوف شحال عطات. نعاود نفكركم باللي عندي انا كيلو قل ربع. حاولوا ما نعمروش القرعه بزاف، نخليو لها واحد شويه ديال المساحه فين نديروا هذاك الزعتر. هانتوما البنات، وما تبقى تجمعوه في شي قريعه صغيره ولا لكم الاختيار. صافي كناخذ هذاك الزعتر اللي عندي وكنحاول نغطي به. علاش هاد المرحله هذه انا كنعتبرها ضروريه، حيت ما كتخليناش البرد يدخل السمن. حيت بزاف ديال الناس
كيشوفوا السمن حمر كيقول لك اودي راه مالح او راه حيل. بالعكس الحبيبه ديالي، هذاك راه ماشي حيل، هذاك راه ضاربو البرد. ممكن تكون فيه واحد النسمه ماشي كاع ديال السمن. ضروري هاد المرحله هذه تغطي السمينه ديالك من الفوق ما يوقع ليها حتى شي حاجه. انا باش كنغطيها كناخذ هاد البلاستيك ديال الكونجيلاتور، هانتوما راه موجود في عند المحلات. كناخذو وكنطويوه على جوج او تقدروا ديروه على واحد، وكنسد القريعه ديالي. بسم الله. هانتوما البنات انا راني كنلمطها مزيان مزيان. اخواتي الغاليات، كانت هذه الطريقه ديالي ديال السمن الدكالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشجعوا الوصفه باللايك، بارطاجيو على اوسع نطاق. وكنرجع نقول لكم مجددا مبروك واشركم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه واللي كتمناو بالرزق الوفير. انتظروني فيديوهات جايه، الوصفات وافكار لرمضان. في امان الله وحفظه والى الملتقى.